اهلا وسهلا فيكم بالحلقه 18 من راغب سبورت بودكاست. ضيفنا اليوم مدرب عمل صدمه كثير ايجابيه لواحد من ابرز انديه الدوري اللبناني لكره القدم. اجا نزل بالباراشوت على نادي الانصار، من وقتها نادي الانصار بصعود متتالي. معنا الكوتش يوسف الجوهري. اهلا وسهلا فيك كابتن. اهلا وسهلا فيك استاذ راغب. رح نبلش نوصل الحاله دغري. جيت على نادي الانصار وفجأة نادي الأنصار كأنه طائر الفينيق طلع من بين الرماد وسطع. يعني شو اللي صار هيك صار مع الأنصار؟ يعني اول شيء بدي اهنيك بشهر رمضان، ايام فضيله ان شاء الله بيكون ايام رحمه علينا وعليكم وعلى المشاهدين جميعا. يعني بصراحه انا كنت منتظر هيك فرصه من هيك انديه، كنت متابعهم دائما قبل ما اوصل على النادي. كنت دائما متابع، يعني من اكثر السنين اذا بدك متابعه للدوري. هلا بالسنوات الماضيه كنت تابع، بس مش بشكل تفصيلي للفرق اللي ما كنت انا معها. بحكم هالسنه ما بلشت مع حدا، كنت مبتعد، فكان عندي الوقت اني تابع تفاصيل بعض الفرق اللي انا كنت اطمح بصراحه اني اوصل يوم من الايام لتدريبها. وصحت الفرصه مثل ما انت تفضلت وحكيت انه اجت الفرصه. لما بتيجي الفرصه وتكون انت مهيئ حالك، دارس المرحله اللي انت مقدم عليها، وعارف انه يعني اذا بدك الادوات اللي انت كنت تطمح الى ان تكون معك بالانديه اللي انت اشتغلت فيها متوفره وبكثره بنادي الانصار. صارت هيدي النقله النوعيه وماشيين ان شاء الله. سهلت عليك تيجي من برا على نادي الأنصار بلا ضغوطات، بلا تارجتس حاطينه، لأنه بطبيعة الحال الكوتش وقت يجي أول موسم في تارجتس بيتفق عليها مع الإدارة، إنه بدنا دوري، بدنا نعمل تاني، بدنا نعمل بالسداسيات. سهلت عليك انه انت جيت ما في كتير ضغوطات، الفريق كان عم بيعاني في كمية نجوم يعني خيالية بكل المراكز، مش يعني ما في بعتقد مركز في ضعف فيه الأنصار نسبيا. سهلت عليك هيدي القصة؟ لا، مين قال لك ما في ضغوطات؟ انا من اول لقاء مع الاستاذ نبيل بدر رئيس النادي، الطلب اللي انا قلت له انت شو بتتوقع، شو بدك من هيدي السنه؟ قال لي بدي بطوله. فمن اول لقاء نحن مش ضغط، بدي اقول بس رؤيه وهدف. بس يعني هدف ما ونوضح كان. الهدف. برجع بقول لك، هو يعني اعداد الفريق، اعداد فريق لنيل بطوله. الاسماء الموجوده مرشحه كانت بدايه الدوري، قبل الدوري طبعا، انه تروح لبطوله، لتنافس، مش لحتى تنوجد بالوسط اللاحقه او منافسه لدخول السداسيه من الاوائل. فمن اول لقاء كان مطمئن الرئيس للامانه، يعني انه بيعرف هو متوفر ادواته موجوده عنده. في شيء كان طيب شو اللي كان ناقص؟ يعني انت هلا انت عم تحكينا من قلب الحدث من جوا. شوف، شو اللي كان ناقص بنادي الأنصار؟ لحتى ما نبخس كمان الجهاز اللي قبلي اللي كان الله يعطيه العافيه اشتغل بالفرق الطليعه. الانتكاسه الاولى وراها الثاني انتكاسه دغري بتضرب اكثر من الفرق المتواضعه. الفرق المتواضعه فوز واحد بتنعش لاشهر لقدام. اما بالفرق المتقدمه والمقدمه لما بيكون مطالبه بالبطولات، اي انتكاسه هي بتضرب بالنفسيه بالشخصيه. بداوا بدعسه ناقصه كنتائج. بعض الامور اللي هي كانت فنيا جينا اشتغلنا عليها، شدنا حصلنا الفريق يعني معنويا شوي. وقفت عند كل لاعب على حده وين، والحمد لله عندنا القدره ان نعرف، يعني ما انت لتوضع المشكله بدك تعرف وين المشكله. الحمد لله بنقول عندنا نظره انه بنقدر نقيم المشكله ونحددها وين لنوضع لها الحلول. وبرجع بقول لك الموضوع منه سهل، ما كان سهل كتير، بس كمان ما كان صعب كتير. اللي توافر اللعيبه اللي عندهم جوده عاليه،
النظام الموجود، وفرة اللاعبين، هيكلية الشخصية اللي انت كنت عم تشتغل فيها من زمان كنادي انصار، قعدنا استعادتها. وهون كان في الصعوبة بالموضوع انك انت تسترجع هيدي الشخصية اللي هي مؤمنة بحالها، مؤمنة بذاتها، مؤمنة انه هي صاحبة بطولات وصاحبة القاب. هون كان عملنا النفسي هو اكثر من اذا بدك الفني. وعلى الارض وصلنا لمحل اليوم كل العالم تنطر الانصار لتحضرها لتستمتع فيها. انا بعتقد اول ماتشين كان الشوك للنادي الانصار، قدرت تعطيهم ثقه كثير كبيره، وكل يعني وانتشرت على السوشيال ميديا وانتشرت فيديوهات حجم الطاقه اللي كنت عم بتكبها بالنادي. قديش عم بيأثر هيدا الموضوع، قديش مهم اول شيء، لانه نحن كثير بنبتعد عن الجانب العقلي والجانب النفسي بالرياضه بلبنان. قديش هلا عم تتحسن الامور عم تتغير النظره للجانب النفسي؟ الموضوع الذهني هو تدريب، هو مثل ما الاعداد، يعني هو اعداد وعلم قائم بذاته. الاعداد البدني، الاعداد الفني، والاعداد هو اعداد ذهني. انك تعرف اللاعب شو اللي بيأثر فيه، ليه عم يلعب، شو هدفه، انك انت تطور هيدي الاهداف. كل ما توصل لعند هدف تشوف هدف اعلى. بدأنا مع الرسنج. انا بصراحة اول مباراة مع الرسنج اللي تعادلناها 2-2، ما كنت مش بموضوع خوف، ولكن انت فريق اول لقاء مع مجموعة صار لك 4 ايام معهم، 5 ايام. عندي لقاء معهم مع اللاعبين من اول يوم. نحن يعني طلبت منهم انه بدنا نضحي لاجل بعضنا، بدنا نضحي لاجلكم لاسمائكم، بالذات بمباراه الرسنج، لانه هي دخولنا على الدوري، هي بتخلينا نوضع قدمنا بالسداسيه الاوائل. وراها بمباراه النجم اللي كانت، انا كنت يعني وعدتهم، والحمد لله كنت عند وعدي انه رح تكون سهله، بمعنى مش استخفاف بنادي النجمه لحتى لو حدا يفهمها، بمعنى انه رح نقدر نعد حالنا لمباراه قمه بتليق بنادي الانصار، هي مباراه النجمه. وكنت عارف العامل النفسي اللي نحن موجودين فيه واللي النجمه موجوده فيه. اشتغلنا على هذا الامور. اليوم لاعب الفوتبول بده يلاقي كيانه، بده يحترم، بده يقدر حاله، بدك تتعاطى معه انه هو كائن، هو له حيز وله احترامه وله، مش اذا بس يربح هو يربحك هو بتحطه انت بالعالي، وبس يخسر هو انه هو اللي خسرك. لا، موضوع في مدربين بعد بتفوت بهيدا الجانب. ايه، في مدربين مش بس عندنا على صعيد الاحتراف، في مدارس هي كل واحد هو رؤيته، هو كيف بيلاقي. يعني انا بتعاطى مع اللاعبين، هن مش ادوات، هن مش عمال، هن بتعاطى معهم كاخوه، كاولادنا. يوم بيكونوا هن معصبين، يوم بيكونوا مش موفقين، مش بيقومون، انا لازم اوقف حدهم، لازم اعرف شو قصتهم، شو مشاكلهم. وعندنا قصص كثيره مع كل اللعيبه، والحمد لله كل استعدنا لاعب كل اللاعبين، عنده استعدناهم الحمد لله. كل لاعب عنده مشاكل بطبيعة الحال. بس انت رح نفوت بالمدارس، وين بتعد حالك مع اي مدرسة؟ الجانب الذهني اكثر ولا الجانب البدني والتكتيكي اكثر؟ الحمد لله نحن يعني وصلت لمحل اني اكون جايب من كل المدارس، محصل منها. واخر شيء هي الكاريزما، وهي الشخصيه، وهي رؤيتك انت كيف بتحب انك يعني انا دائما بحب اتعاطى مع مطلق الناس، هن اخوه واصدقاء. فكيف انت يوميا عم بتشوفه هذا اكثر، يعني اكثر من عائلتك، اكثر من اخواتك، بتشوف لعبك، بتشوف البيئه والمحيط اللي فيك. انت بدك تأسس، بدك تحصن حالك بمفاهيم أسرية إذا بدك، بمفاهيم أخوية. ما بعرف، نحن وصلنا لمحل صدقا عائلة وحدة نحن بنادي الأنصار. يعني حاليا الحمد لله، اللي برا بيتمنى للي عم يلعب إنه يتوفق وإنه يخلص المباراة هو، وأنا مبسوط لك. بتحسنا يعني اليوم كنت عم بحكي مع الكابتن سامي، عم بقول له نماذج اللاعبين الخبره بنادي الانصار قد ما تتوفر بالانديه الثانيه، من حيث احتضان من اللاعبين الشباب والناشئين، والمحبه لهم، كيف عم يطوروهم، كيف عم يسندوهم بقلب الملعب، كيف بتحسهم عم بيلعبوا معهم كانه اللاعبين مش مهمشين. هيدي امور تفاصيل صغيره، بس هيدي كثير مهمه بصناعه مجموعه قويه. عندك لعيبة خبرة واخلاق، يعني
على راسهم حسن معتوق ابو علي ونزيه. ما بدناش ننسى حدا، بس لانه ابو علي هو يعني نموذج معروف اذا 100% بدك. بالمنتخب بالانصار. قديش له دور مهم، خاصة هو فات بال 37 بعتقد، صح. وما عادش في عنده كتير وقت بالفوتبول. يعني بطبيعة الحال 40 سنة بيكون اللاعب الفوتبول خلص. ان شاء الله ابو علي بيكمل ان شاء الله. نحن 43 44. الكابتن حسن، انا قلت كلمه، بس هو يقرر انه يوقف الفوتبول بيكون يوم حزين على الكره اللبنانيه، واخر شيء هيدي سنه الحياه. بس نحن نتعاطى معه الى اخر يوم. يعني هو بده يلعب الفوتبول، نتعاطى معه. هو النجم الاول اللي له تاريخه محترم، واللي دائما بكل لحظه بيكون معنا بالمباراه، هو المفتاح الاول لفوزنا بكل قد عم المباريات. بيأثر هو على المجموعة اللي معك؟ شوف، عم الحمد بحكي مش لله. بس على ارض الملعب، لانه هو كمان هيدي برات هيدي الملعب. هيدي الفكره اللي بدي احكيها. نحن واحد بيلبس الاشاره اللي هو الكابتن نصار، الله يعطيه العافيه. بس نحن عندنا 11 كابتن بالملعب صدقا. كثير مريحين الشباب بغرف الملابس. كابتن حسن، كابتن نصار، كابتن علي السيسي، نزيه، دهيني. يعني اسماء كبيرة. اسماء كبيره كبيره، ملكي، اليكس ملكي، الحاج مالك. هن عليهم مسؤوليه النظام، عليهم مسؤوليه ضبط غرفه الملابس. يعني انا اذا بكون مزعوج من حاله ما بوصل الا بتكون محلوله. ليه؟ لانه في عناصر فعلا فعلا، شو ما احكي عنهم، بكون قليل من حقهم كلاعبين على مستوى عالي من الجديه، من الانضباط، من التضحيه، من التفاني، من الجوده الفنيه بارض الملعب. كل هالامور هي اللي عم بتخليني انا اكون مرتاح، وكون مركز اكثر اذا بدك على العامل الفني، والعامل يعني استخراج اقصى قدرات اللاعبين الحمد لله بهيدي الفتره. عنا يعني الدوري تبعنا صار كتير ممطوط، وكتير في توقفات، وكتير طويل. اول شيء كيف نظرتك لمراحل؟ يعني عنا صار ذهاب، بترجع 3 مراحل ذهاب اياب ذهاب. كيف شفت الدوري يعني بهيدا انه هيدي سنه جديده واول مره بتفصيل الدوري واقامه كيفيه صوره المسابقات مالش رح ادخل انا. خلص، اي بطوله بنمشي فيها وبكون مرسومه معالمها وواضحه، نحن بدنا نقبل فيها، ومش علينا، على كل الفرق. بس انه عم بتساعد ولا عم بتضر؟ اللي انا بطلبه دائما انه يكون في برنامج واضح، يكون في توقيت، اذا بدك كالندر واضحه. لانه اليوم بعلم الفوتبول ما فينا نحن نشتغل بتواريخ مجهوله. يعني انا هلا اذا بدي اعد حالي لمباراه نهار الاحد غير ما اعد لنهار الجمعه، شوف قديش يومين تفرق. فما بالك انت عم بتكون انت 15 يوم ما بتعرف اذا في بطوله او 10 ايام او اسبوع. بتصور الازدحام الرزنامه الدوليه، الايام الفيفا مع المنتخبات، نحن ما عندنا ملاعب عم نقدر نلعب عليها، لانه فرقنا كمان اللي عم تلعب بالكاس الاتحاد الاسيوي اللي هن نادي النجم ونادي العهد كمان ما عندنا. فاللي عم يطلع الفريق عم يضلوا 15 يوم برا. بدنا نضحي بس اتمنى انه نحصل على رزنامه واضحه. عمل المدرب كثير شاق، نحن انتم بتحاسبونا والجمهور بيحاسبنا على النتيجه. انت مأمن لي سبل النجاح. فهيدي الفكره اللي نحن دائما بنطالبها، انت أمن لي سبل النجاح من كل هالامور هيدي، وساعتها بتحاسب. فوت بالبنى التحتيه وسبل النجاح. يعني المدرب بلبنان قبل كان عندنا شويه ملاعب عشب طبيعي، شويه بنى تحتيه بتقدر تساعد المدرب. قديش تأثير هلا يعني عم بيطالبوا الانديه قبل ما نطالب، قبل ما نفوت بالمنتخب، انه نظهر نعمل نتائج عاليه وايجابيه بوقت نحن عم نلعب لعبتين مختلفتين اذا فينا نقول، لانه اللعب على العشب الاصطناعي. لا، منا كثير حجه هيدي. انا يمكن اليوم رح اكون هلا انا عم بغرد خارج السرب. أوكي. منا كثير حجج، منا اساس لهذا الواقع. واكبر دليل انه طلعت لعبوا 4 مباريات بهلا الكاس، تصفيات كاس العالم على عشب اصطناعي.
ومن الصف الاول يمكن اليابان والسعوديه وعده مباريات صارت على عشب اصطناعي. مش هون الموضوع ابدا أبداً. ولا الموضوع ولا هيدي حجج عم الموضوع تخبى وراها. ما بدي اقول حجج عم نتخبى وراها، بس نحن كلنا مقصرين، كلنا مقصرين. مقصرين بكيفيه التدريب. مين قال لك انه نحن عم ندرب صح او عم ندرب صح؟ دائما الملعب هو الاساس. شو مين قال لك انه انا عم بشتغل صح كمدرب؟ برجع بقول لك اذا بدك تحاسب بدك تحاسب على كل هذه الامور. ما فيك انت اليوم انا اطلع على بطوله خارجيه وماني عادد حالي، ما بتزبط، يعني شيء خارج العقل. انت بدك تعطيني بطوله صح. اليوم اللاعب اللبناني محترف بكل معنى الكلمه، وبيتقاضى اجور اكثر ما كنا نتقاضاها لما نلعب ب10 اضعاف، ب10 اضعاف. وين الانتاج؟ الانتاج نحن بدنا نفيق لحالنا، نحن بدنا نشتغل على لاعبينا، بدنا نثقفهم، بدنا ندلهم على الطريق الصح. يعني انا مش معقول لاعب بيقبض قدي 10 مرات لما كنت العب وبينام الساعه 4 الصبح او الساعه 3 الصبح. بس هون وين المشكله؟ 80 وين المشكله؟ التربيه من وين بدها تبلش؟ التربيه الرياضيه كلنا مسؤولين عنها، كلنا مسؤولين عنها. الاهل مسؤولين عنهم، عن هذا الموضوع الجانب، المدربين مسؤولين عنه هذا الموضوع الجانب، الموضوع التربوي، التعاطي، الصقل الشخصيه، كلنا مسؤولين عنه، كلنا مسؤولين عنه. طيب اذا اللاعب ما بياكل منيح وما بينام منيح، عم يقبض منيح وعم يقبض كثير منيح، طيب بس يعني وين الغلط؟ ليه بدي انا هون انا تدخلي كمدرب؟ اوكي ما بدي يروح فل. في عندنا نماذج نحن قدرنا نسترجعها. نحن انا بنادي الانصار الحمد لله وعم نشتغل على هذا. هلا دخل شهر رمضان، شهر رمضان في سهر شوي وفي لانه نوم بالنهار شوي يعني بيتخربط شقلب او يتخربط النظام اليومي. ولكن يعني وصلت لمحل انا واللاعبين انه ساعة أنا بعدني مش قبلانا، بس إنه على 12 عم نكون نايمين منيحة. يعني لما قدام الأربعة نوصل ليوم لما بيكبر هدفنا. أنا أضمن اللاعبين إنه يصيروا على 10 ونص 11 يكونوا نايمين. هيدي بدها تربية، بدها أكاديميات، ولا بدها بس شخص بس يثقف حاله؟ نحن مرقنا كمجتمع يعني تربية مجتمعية، مرقنا بظروف كثير صعبة 20 30 سنة 40 طول عمرنا نقول هيك. نحن بنفوت من أزمة لأزمة، من هذا التحلل هذا كلنا مسؤولين عنه، الأسرة مسؤولة عنه، الأهل مسؤول عنه. أنا عم عاني بس كمان ضابط الحمد لله. أولادي على 11 عم نكون مسيطر على الموضوع، 10 ونص 11 عم نكون نايمين. قادر يعني أنا عم لاقيها إذا أنا قادر أضبط بالبيت عندي ليش ما بدي. هي ثقافة بدنا نعممها، وخصوصا عند اللاعبين، عند الرياضيين، ان شاء الله شوي شوي. نحن توعيه، حملات توعيه لازم تكون من الاتحاد، من الاكاديميات. الاكاديميات حريصين على هذا الموضوع، لازم يكون هذا موضوع استقطابي. يعني هيدي النشر التوعيه لازم يكون عندهم ماده بالاستقطاب بالمرحله القادمه. رح نخلص شوي مع الانصار. انت بالصداره هلا، في بعد اعتقد 7 مباريات 6 مباريات 9. اوكي. قادر النادي الانصاري يحافظ على نفس الريتم ليخلص الموسم؟ شوف نحن الحمد لله جينا من بعيد، وانت بلشت حديثك انه نحن مش مضغوطين. نحن ما عم نحط حالنا تحت ضغط. ليه؟ لانه عم نشتغل الحمد لله، بنقول نوعا ما عم نشتغل بشكل صحيح. عم نوصل المباراة، عم نسهلها لنا المباراة. كان إلى جانبنا كثير من التوفيق. كان شعرنا بلحظات كثير صعبة كان الله واقف حدنا والحظ حدنا إذا بدك، واللاعبين عم بيأدوا، عم بيجتهدوا، عم بيضحوا. حسمنا مباريتين كثير صعبين بظرف 5 أيام، اللي هو الديربي مع النجمة، ورحنا حسبنا لقاء القمة مع نادي العهد اللي كنا نفس النقاط، وابتعدنا عنه 3 نقاط. 5 أيام كتير صعبين مروا علينا، لو ما انه اللاعبين على قدهم بيتحملوا الضغط وقادرين. ودخلنا على المباراة، نحن دخلنا على مباراة العهد وفريقنا ناقص 3-4 لاعبين. هون بدي ارجع لنقطة يمكن ما سألتني فيها، بس انا بدي اوضحها. انه نادي الانصار اليوم الحمد لله بيملك 20-25 لاعب، اذا ما بدي اقول مثل بعض بس جدا متقاربين. واكبر دليل
ما حدا عم يشعر من الجمهور او من المتابعين او من النقاد فقدان اي لاعب، ان كان باصابه ان كان مع انه في بتوقف. في احجام منصابه. اسماء الحمد لله الحمد لله نحن بنقول عم نتعاطى مع المجموعه كلها سوا كلاعب واحد، ما عندنا تمييز خلال الاسبوع خلال الاعداد. كل الفريق بياخذ نفس الجرعات نفس التقييم نفس اذا بدك التواصل بيكون مع نجم الفريق هو مع لاعب ناشئ، طالما كان بهيدي المجموعه بيتمرن معنا تعاطي هو ذاته، هذا اللي عم يخلي الفريق دائما بجهوزيه. بتحب اللاعبين الناشئين؟ لا اللاعب ما انا ما انت بحب كشخص انا ما بحب تسميه اللاعب كناشئ وشاب ومخضرم. اللاعب الصاعد، اللاعب اللي بيعطي لازم يكون عم يلعب. اللاعب اللي عم يعطي لازم يكون عم يلعب لو كان عمره 15 سنه ونقطه. ما في فوتبول هيك. اكبر دليل لاعبين افضل دوريات بالعالم افضل منتخبات عم بيكونوا اعمارهم من 16 و15 وطلوع. 17. ليه ما بنعملها؟ يعني ما عم بفهم انا اللاعب ان احنا بيضلوا لاعب ناشئ لل 23 سنه بيضلوا ناشئ بضل 30. نحكي شوي عن منتخب لبنان. نتائج لا ترضي عدوا ولا صديقا. يعني 5-0، مع انه 2-0 اول شيء كان باول مباراه ضد استراليا كان في شويه ايجابيات. بال5-0 ضينا لمطرح بعدين كانه السيستم انهار. هلا مشي التصوير. ماشي بدي اسالك سؤال. اسالني. شو الايجابيات ب2-0 اول مباراه؟ يعني كنا بس اول مره من كتير زمان عم نشوف شويه نقل الطابه، يعني 3 باسات 4 باسات اول ما تقطع الطابه عم تشوف شويه ضغط. يعني ايجابيات عن المرحله السابقه. انت كمدرب، يعني انت مدرب وبرو بالنسبه لا لنا نحن دائما مع المنتخب ما قلبا مع ما في المنتخب. ما عندنا خيار. بس عم نحكي فنيا. نحن وفنيا ما بحب خوض. انا فنيا انا اتمنى التوفيق للمنتخب انه نكون مثلنا مثل اي بلد عربي، ما بدنا نكون على اسياد القاره، ولكن نكون من المنتخبات اللي كما كنا سابقا. اتمنى نوصل نرجع عن لهذا الوقت، هذا الترتيب، هذا الثقه اللي كانت موجوده عندنا. فنيا ما بقدر احكي صدقا. دائما المدرب عنده يعني عنده رؤيته الفنيه اللي خاصه فيه، بس نحن بنحكي بحرقه قلب، بنحكي بمحبه. لا لازم يكون النتائج تكون غير هيك. نتمنى انها تكون غير هيك. شو اللي ناقص؟ دائما في نحن عندنا مشكله انه كثير اسهل شيء انه بنقدر إن نحكي انه بلدنا ما بيسوى وبلدنا منهار وحروب بعدنا عم نحكي انه اللاعب يعني عم يقبض كثير كثير سهل كثير سهل اني دائما انا احط حجج. ما مش محل اني انا اعطي توجيهات او توصيات، لانه اللي قائمين اتمنى انه نراجع. انت كمدرب فنيا برايك وين كان عندنا ضعف؟ انا دائما بقول، انا دائما مؤمن بهذه المقوله انه الكرة القدم بدها شجاعة. جيد. بس بكفي هلا يعني مدرب منتخب لبنان. تمام. انا خسران. اذا انا فايت بعقليه الخسران مش عن هيدا انا عم بحكي نظريه. اذا انا خسران بس شوي اني بحاول رد البكوسه عنه، يعني بحاول اعطي رده فعل. برجع بقول لك كره القدم بدها شويه شجاعه وبدها شويه اذا بدك شيء خارج عن المألوف. يعني مش كتير كره القدم على قلم ورق بتنرسم. في كتير امور خلال اشهر بنقعد بنعد حالنا للمباراه، انه اذا من هون اذا بتيجي طابه وحده بتغير الدنيا، تغير كل المسار. فكرة القدم بدها شوية شجاعة، بدها شوية مرونة، بدك يعني. خليني اعطيك نموذج عن مباراة البرازيل واسبانيا اللي هي انلعبت ثاني يوم، اولت امبارح بالليل. طيب اول شوط، الشوط الاول اسبانيا تقدمت 2 وكانت رايحة لتسجل الثالث والرابع والخامس. البرازيل ليه؟ خلينا نقيم هونيك. طب ما انت منيم 8 لعيبه وتارك 3 لعيبه، فاصل الفريق وعم بتقول لهم هاجموا. سجلوا 2. ثاني شوط عامل تغيير، طلعوا البرازيليه على مناطق الاسبان، راحت 3-3 النتيجه.
كرة القدم بدها يعني مجازفة. ما انا ضد انا ما بحب الدفاع، يمكن عشان هيك انا عم بحكي. بس عندنا مدرب بحب كثير الدفاع. ما بدي انا ادخل، كل واحد عنده رؤيته كل وعنده واحد عنده نظريه، فلسفته عنده وعنده مدرسه بس. نظريته، وقد يكون هو بيقول انه ما عنده الادوات اللي بيقدر يحارب فيها من الامام. ان شاء الله ان شاء الله بنطور حالنا ونصنع نحن بالانديه، علينا ان نصنع لاعبين تفيد المنتخبات. انا اخذت على عاتقي مش من هلا، من زمان، انه ما في اني ساعد المنتخب بصناعه اللاعبين، بدعم اللاعبين، باعداد اللاعبين. انا مالش مش نحكي تحصل. عن دور الانديه. يعني المنتخب هلا بالحياه الطبيعيه المنتخب بياخذ لعيبته من الانديه، وشو بتطلع الانديه؟ هلا عم يتطالب انه نجيب لعيبه من برا، مع انه بيلعبوا درجه رابعه ودرجه خامسه وما بعرف وين. بس انه قديش مسؤوليه الانديه تطلع او تحسن بالمهارات اللعيبه اللي عندها اكيد وتطلع اكيد. يعني. اليوم انت يعني مطالبين الانديه كلهم سوا انه يساعدوا المنتخب بدل ما بالاعداد الصح، نعتمد على الاجانب يعني. بالاعداد الصح، باشراك اللاعبين، بتطويرهم، بالحاله البدنيه، باعداد البرامج البدنيه اللي بتساعد الرتم العالي للمنتخب. يعني نحن عم نطلع نلعب مباريات دوليه رتم كثير عالي، مقارنه مع الدوري اللبناني في كثير فروقات. انا متفق يعني، عارف هيدا الموضوع، وبنوضع تماريننا نحن تمارين بنعلي الريتم قد ما فينا، بنعلي السرعات، بنخلي الريتم تماريننا دايما عاليه حتى على بالمباريات بنسعى انه دايما كنت رتمنا عالي نحن بمبارياتنا الخاصه كانصار. مطالب المدربين كلهم، وانا واحد من هاي المدربين اللي ما بشيل حالي من المسؤوليه، يعني لاني ساعد وين في يساعد لتطوير اللاعبين ليخدموا بلدنا ويخدموا المنتخب مش رح اقصر. عملت شيء غريب انت هالموسم، انك كل الانديه اخذت 4 اجانب، انت رضيت ب3. لا نحن عندنا الاربعه بس ما عم شاركهم كلهم يعني يعني بس انه انت الانديه. عم تعطي الافضليه للاعب شوفوا المحلي شوي. هلا والسنه القادمه انا اذا مش الاجنبي ورايحين نحن بطوله اسيويه او عربيه وبده الاجنبي يكون مثل الاجنبي اللي عم نشوفه نحن بالدوريات الاوروبيه والخليجيه، يعني حرام، لانه عندك لاعبين جوده، يعني عندنا لاعبين نحن اللبنانيين من افضل اللاعبين، من اعلى من على الساحه الكرويه اللبنانيه، وعندنا 5 لاعبين نحن بالمنتخب. فانت اذا الاجنبي بده يكون جدا عالي يجي يشيل المجموعه، انا ما بدي اجيب اجنبي يكون عالي على المجموعه. بس اسم اجنبي الاجانب ايه 100%. فالاجانب اللي عندنا الحمد لله نحن ما بدي اقول اذا مش اعلى من المجموعه هن مثل نفس اللاعبين، فما عندي مشكله بيلعب لبناني او بيلعب محترف اجنبي، ما عندنا مشكله بهذا النقطه. ومعظم الانديه نحن بعد معظم المباريات نحن من الانديه اللي بعد تقريبا ولا مباراه لعبنا ب4 اجانب او 3 اجانب بارض الملعب. عندنا نقص دائما بالمهاجم او بصانع الهدف او اللي بيسجل الهدف. هيدي المشكله كمدربين عم تلاقوا لها حالها، عم تحاولوا على مستوى محلي، ما بدي اقول الاجانب وهيك، يعني على مستوى المحلي قادرين نلاقي حلول بهذا المطرح. شوف وفي الامكانيات صناعه البشريه. هو اللاعب رقم 9 كمهاجم صعب. صندوق مفقود ومطلوب بكل العالم صح. اليوم. انت كمدرب عليك انك توجد الحلول، اذا ما انت متوفر عندك هذا اللاعب. هلا الحمد لله نحن عندنا الحاج مالك اللي هو هداف الدوري وماشي الامور. رحنا نحن لصناعه عده مهاجمين للحلول اللي هي انه يسجل، التسجيل يكون متنوع على عدد كبير من اللاعبين. ولذلك انت بتشوف اليوم من اهداف الانصار متناوب عليها تقريبا 7 8 لعيبه. عندنا 4 لعيبه مسجلين 3 وما فوق، عندنا الحاج مالك 12 هدف. فكل اللاعبين بارض الملعب هو مطالب بلحظه من اللحظات انه يسجل. انت كمدرب عليك انك توجد الطرق انك انت توصل هيدي الكره للصندوق ويكون في اتاحه للفرصه لان تسجل. صناعه اللاعب الرقم 9 كمهاجم اي بده وقت، وبده اذا بدك سبحان الله هي شيء جسدي تكويني باللاعب بده يكون. كمان يعني دايرين بالنا على هذا الموضوع، قدر المستطاع نحن عم نطور من اللاعبين اللي هن عندهم هيدي النزعه.
يعني انت من المدربين القلال اللي قطعوا بكل الدرجات، بعتقد رابعه وثالثه وثانيه واولى. الخبره اللي اكتسبتها عم تظهر ما شاء الله يعني مع الانصار. آه، قديش كان صعب تبلش من الرابعه مع انك بلشت بعمر يعني مش كتير عالم، مش كتير مدربين، يعني المدربين بالعاده بينطروا ليخلصوا صح. ولا يرجعوا يركلوا، وانت مبلش ما شاء الله من انت وصغير ومكمله معك انا بعتقد. بلشت اول دوره تدريبيه تقريبا بالسنه 98. يعني ما كان مسموع اصبت فيها. بالرباط الصليبي، ما كان حدا بيعرف في دورات. كنت يومتها مع الوزاره، مدرب فرنسي اجى، دكتور فرنسي وعم يعطي، فسجلته. قلت طالما انه هلا انا ما عم قاعد بلعب، قاعد بس كنت عم بلعب يعني دوري اول. قلت بدي بلش بهذا العالم. من وقتها كان تقريبا عمري انا بالعشرينات، 21 22 او او حدا علم. 22 سنه ممكن. فبوقتها كنت حريص على هذا الموضوع، اني انا بلش بهيدي المرحله. يوم من الايام رباط صليبي كنت عد يعني وقع علي كان انه انا مش رح ارجع العب، والحمد لله رجعت ولعبت وصرت طور حالي وعملت السي اذا بدك. انا وعم بلعب بال 2007 او 8 للبي للاي، ورا الاي. بس كنت انا حاطط ببالي انه انا بس اخذ شهاده الاي بدي بلش من الدرجه الادنى. فالحمد لله وانا كثير سعيد بهيدي النقطه انه انا بلشت مع فريق قريب على قلبك. بلدتي اللي هي الهرمل، وكنا بمحل، وصلنا بمحل بهيدي الموسم. فمن هونيك اعطيت طابع لكل الانديه البقاع انه في مدرب بيقدروا يستعينوا فيه. انتقلت السنه اللي وراها على مجد العنجر، شباب مجد العنجر، طلعنا من الثالثه على الثانيه. السنه اللي وراها كمان او اللي بعدها مع النهضه برليس ساهمت، لاني مش كل الموسم كنت معهم، طلعنا على الثانيه. الى ان بال 2018 بعدني كنت عم بدرس، عم بعمل دورات فيفا وعم نأهل يعني وين فينا نطور حالنا. وعندي دايما انا بقول انه اسعى دايما للمعلومه. يعني انا عندي هدف يومي انه يوميا بدي معلومه جديده، بفتح انترنت بحاور بسال لاوصل لهيدي المعلومه اللي هي هدف. فانت تصور انت اذا عندك اياها، اذا بدنا نقول مش كل يوم بخلال السنه، بس اقله نص عندك انت 200 معلومه جديده بالسنه قابله للتطور. بال 2018 كنت والله يعني كنت دائما انا عم دور وين بيكون في دورة برو لخلص، لأنه أنا من أول دورة بالسي كنا بشهادة عم ناخذ السي، وكان في مدربين لبنانيين زملاء عم يشرح لنا المدرب فجر إبراهيم كان مدربنا. فعم بيقول المدرب كيف بيطور حاله وين بيكون من السي للبي للاي وهيدي البرو. هو عم يعتز بحاله وما شاء الله عنه هو يعني انه انا محاصل على البرو هلا عم حاضر كذا. فبالبريك عم بحكي مع الزملاء انا، وحدا ذكرني فيها بعدين، فقلت له انا ان شاء الله مش رح اوقف الا اخلص برو لاني كنت طموح دايما. اول واحد وصلت بيعمل برو بلبنان. ايه بال 2018 سجلنا بالبحرين انا والله يرحمه المدرب، الله يرحم روحه، الحاج محمود حمود. الله يرحمه. وعملنا سنة دراسة يعني معايشات، وكانت صعبة بس كانت حلوة متعة. قد فرقت؟ قديش يعني كتير. غيرت بفلسفتك الكروية بتكون بمحل بتصير بمحل ثاني كليا. كليا يعني بتكون عم تنظر انت لكرة القدم بمنظار، بيجي منظار انت منظار اذا بدك 5 درجات، او تيجي انت على منظار 120. بتفتح افق. ليه؟ بالبرو مش معلومات بتاخذها، بتاخذ خبرات. بالبرو هي مناقشات، ما هي اكثر من انه انت عم تاخذ تمرين او عم تاخذ، لا عم تاخذ افكار عامه، عم تاخذ خبره مدرب عمره 50 سنه بالملاعب، خبره بطولات، خبره وتقييمات، هيدي المعايشات. هيدي الحلوه بالبرو، بتعرف قيمه ذاتك، ساعتها بتوصل لتعرف انت قيمه ذاتك. هون انا ورا اكتشفت البرو حالك، هون بيكتشف حاله المدرب بأي ذهنية بده يلعب، بتصير بأي انت فلسفة. بتصير انت بتقيم حالك، بس تكون بين هي النماذج من المدربين
اذا بدك ما بدنا نقول العالميين لحتى ما نكبر حالنا، بس هيدي المدربين العربيه والخليجيه واشقائنا العرب، بتقيم حالك، بتشوف انت وين مستواك، مش للغرور، بتقيم حالك انه تعرف انت وين بدك تروح. ايوه انه هذا المدرب بيدرب بالدوري السعودي على افتراض. بتقارن انت بينك وبين نفسك، هذا مش للغرور، برجع بقول لحتى تعرف انت وين صرت، بتشوف حالك انت قربت، تعديت، تخطيت، بعدك بعيد، طبعا بقناعه وبتواضع، برجع بقول لك بقناعه وبتواضع. وراها كان صح لي شباب البرج، ما صحت لنا، هن عم يطلعوا على الاولى. السنه الثانيه كان في كورونا وتوقيفات، واللي وراها صار في تواصل انا والشباب بنادي شباب البرج، وكانت الانطلاقه واسعد انطلاقه بالنسبه لي، بالنسبه لقلبي يعني. بما انه صعد انطلاق تاني افضل فريق او تاني اكثر فريق انبسطت انك انت عم بتدربه كرمال، مع انه اسعد فت فيها انت اسعد انطلاق مع شباب البرج. النبي شيت قديش كان له دور بحياتك، شوف خاصه انه النبي من شيت، قلب انا كنت ابن النادي، يعني حس حالي انه نحن مضطرين نشتغل بهذا النادي. باخر سنوات كان شوي في تذبذب بالنتائج، وفي اذا بدك تباعد بالافكار. انا كنت انا اللي دخلت على نادي باخر سنه بال 2018، انا اللي دخلت على الاداره برايي انه فينا نشتغل شيء، فينا نقدم، فينا اذا تضافرت الامور. كنت عم بدرس وما عندي وقت اني اكون عم درب، فكنت انا اداري بهيدي السنه، عفوا اخر السنه كانت شوي متذبذبه بالنتائج، وما قدرنا يبقوا بالدرجه الاولى بهيدي السنه. وصار في كثير ضغوطات وقتها بهيدي السنه على الفريق 100%. باخر شيء برجع بقول لك بده استقرار كرة القدم، بدها استقرار، وإذا ما في استقرار بصير في انعكاسات على النتائج، وهيك صارت الحمد لله. هلا نادي شباب بعلبك كمان رجعت له على الأولى. يعني السيد أحمد بعده الداعم الأول، يعني هو قديش شغفه بهيدا ايه ما بيتخلى. هو عدا أنا بحسه للسيد أحمد من باب وجداني، من باب صح، يعني هو بحب التربية، ايه مش من باب مش يعني عم يطلع له شيء ابدا كشخص. الله يبارك فيه والله يعني يعطيه اضعاف ما عم ينفق. بتحسه بمحل محلات، هو مش بس رياضه، هو قناعه انه بناء جيل، بناء توعيه، والله بحب منطقه البقاع تبين. يعني هو يعني بالنهايه هي ضريبه لازم ندفعها، يعني كل حدا قبل منطقه لازم يبلش بمنطقته وما بيقصروا، يعني ان كان هو او ان كان السيد احمد علي او ان كان كل اللي عم اللي حامل هذا الهم انه ياسسوا لمرحله جديده بمنطقه البعلبك، بمنطقه البقاع بكره القدم، مشكورين وعلى على تعبهم وعلى دعمهم، وان شاء الله بدها تضافر جهود ان شاء الله لقدام بيكون فريق منيح ان شاء الله. في مرحله قادمه يعني بحياه كل مدرب، المرحله القادمه ليوسف الجوهري، بتحس بلبنان ولا بتحس في امكانيه تروح تدرب برا؟ شوف نحن عندنا تجربه مع كابتن باسم، بس خلينا نحكيها بواقع لحتى ما نكبر حالنا ونكبر الحجر. نحن الجنسيه اللبنانيه ضعيفه بموضوع التدريب، صح. لكن انا اسعى اني اعطي، اذا الله قدرني اني ضيف الى شيء رجع اسم لبنان على الساحه التدريبيه الكرويه، ان كان بلبنان او ان كان برا. منا سهله، يعني انا وصلت لمحل لما صارت الامور على النهايات لبناني وكذا، كان تفضيل حدا بس لانه الجنسيه صدقا. بحاجه للوقت، بحاجه للنجاحات. نحن بعدنا ما عملنا شيء، بعدنا باول درج، باول الدرج، باول الخطوات. اذا الله كتب لنا النجاح وقدمنا، برجع بقول لك النجاح بدون تقديم، لانه برا في تقييم، يعني حتى هون في تقييم. يعني انت امرار بتاخذ بطوله، بس بتاخذ بطوله بلحظات ما بتكون انت زارع الثقه انه انت المتمكن من هذا الملف التدريبي. ان شاء الله اوصل لمحل انه لا اعطي هيدي الثقه. اذا الله كتب لنا التوفيق بالبطوله نكون عن جداره. واذا دخل يوم اللي الله بيقدرنا انه نطلع للخارج، لانه هو طموح وهدف، ويوم من الايام ان شاء الله مثل ما كان عندي اهداف
وعم نحققها خطوه يعني من خطوه. الدرجة الرابعة انا كان عندي خطوه، وانا يعني كان عندي هدف اني انا يوم من الايام درب بطل لبنان. هلا بطل لبنان انه السنه او انه السنوات او انه اخذها، بس وصلت اخذت قصدي اقول البطل لبنان يعني افضل 3 فرق او 4 فرق، الحمد لله حصلنا. بعد في فريق بس ما دربت. دربته. ما هو انا ابن هذا النادي، ان شاء الله يعني. في تواجد يعني هلا مع الانصار، كونتراتك بتخلص هذا الموسم ولا ممتد ان شاء الله؟ يعني هذا خاص انا والرئيس نبيل بدر ما تصعب. متوافقين على كل الامور ان شاء الله. ان شاء الله طالما انا مرتاح وهو مرتاح والجمهور مرتاح، مستمرين. ليش لا؟ اخر شيء انت بدك الاستقرار، اذا انوجد وين ما كان نحن مستمرين. ورؤيه، هيدي رؤيه يعني. ما برجع بقول لك هي مش موضوع عرض وطلب، لا موضوع اضفت شيء انت صرت مطلوب اكثر، هيدي الامور بتعطيك راحه للعمل اكثر واكثر. حاول اخذها بطريقه رماديه منك هلا. لا لا بتفضل لا، تروح؟ نحن انا عندي بطوله هلا، ايه بس ونحن بتفضل تروح متصدرين. تدرب منتخب ولا بتفضل تروح تدرب نادي بس بالمرحله القادمه؟ شوف نحن هون فكره كثير مهمه، انه بالنادي الى الان عم يتوفر كل شيء نحن عم نطلبه. رؤيتك محترمه، فلسفتك مسموعه، ادواتك موجوده. بالمنتخب هل هو موجود هذا الامور؟ هل تتوفر؟ حسب الارقام اللي عم تطلع من الاتحاد في ارقام ضخمه. لا مش ارقام مصاري، لا انا ولا مره نحن البنى بنحكي التحتيه بموضوع، نحن لا حتى مش هذا الموضوع. ليك الموضوع الاحترام كثير مهم انا عندي. انا موضوع الاحترام، انك تحترمني كمدرب، تحترم فكري، هي نقطه اساسيه. انا جربت ما لقيت هذا التقدير بمحل من المحلات. ان شاء الله نوصل لمحل انا اقدر اعطي هيدي الثقه للعالم انها تقدر هيدي الثقه، ما عندي مشكله. وبالنهايه المنتخب وخدمه الوطن وخدمه البلد هذا ما فيك تفكر فيه. يعني بس تصير انت عم بيناديك خدمه الوطن. هلا ما عم نحكي اشعار، صدقا مش عم بحكي اشعار. لما انت بتكون انت حاجه وطنيه بلحظه من اللحظات، في امور كثير بتتخلى عنها، في افكار كثير بتتخلى عنها ذاتيه، بس لنجاح العمل ممنوع تتخلى عن بعض الامور. هيدي بعض الامور اللي انا عم بحكي فيها اذا صارت ان شاء الله. بس يعني المدربين اللبنانيه لا يقل شأنا عن المدربين اللي عم يجوا من برا. نحن بحاجه، نحن افضل من نحن بحاجه انه نحترم حالنا ونحترم ذاتنا. وهيدي نصيحه لكل اخواتي وزملائي المدربين. اخر شيء نحن اللي بدنا نقوم بالكره اللبنانيه، ما بيقدروا يستغنوا عنا، ما بيقدروا. طيب بدي منك كلمه اخيره لجمهور نادي الانصار بالبدايه، اداره نادي الانصار وجماهير الفرق اللي عم بتنافس او الباقي. بداية من الرئيس نبيل بدر بدي أنا أوجه له تحية ومعايدة بشهر الفضيل. كنا عم نتعرف على بعض والحمد لله قطعت هيدي الفترة أنا تعرفت عليه ونعم الرئيس، وإن شاء الله نكون نحن كمان تعرفوا علينا بشكل جدي وبشكل جيد. وإن شاء الله الأمور لقدام ما بتعرف الأمور وين بتروح. بس كنت حابب اوجه له تحيه لانه من الرؤساء والادارات القليله اللي بتعطيك بتقول لك تفضل روح اشتغل. كان عند كلمته لما طلبت منه انه في تدخلات اللي ما بتسمع صوتنا الا بالمباركات، وبس بدك تكون بحاجه الي انا حدك. انا فعلا اليوم جاي لاقول لك انه فعلا الى الان نفس الالتزام، وهذا اللي عم بيخلينا يعطينا اريحيه للعمل، وان شاء الله بتتكمل بالنجاح للمرحله القادمه. اما جمهور الانصار فشو ما بحكي عنه مقصر صدقا. جمهور من اول يوم دخلت على قلوبهم ودخلوا على قلبي. بيجيني رسائل، بيجيني اتصالات من كل دول العالم الانصاريه المنتشرين من داخل لبنان، امرار برد امرار ما برد على كثرتهم. انا بدي اشكركم على محبتكم، على ثقتكم، على دعمكم الدائم، على ايمانكم فينا انه نحن بنقدر نعمل شيء. ان شاء الله يعني هيدا الفرح وهيدا السرور مكمل معنا، وتكونوا دائما الداعمين الاول لنا، لانه اللاعبين بحاجه لهم، بحاجه لهيدي الحناجر اللي عم تهتف فيها.
عم بيواكبونا من الشمال على بيروت على صغرتا، مواكبة يعني بنص الأسبوع. بدي أتشكرهم باسمي وباسم الجهاز الفني باسم اللاعبين، وإن شاء الله نحن وياهم مستمرين. الأندية، جماهير الأندية، أنا شخصيا ماني ضد ولا جمهور ولا ضد أي نادي. بعض الأمرار بيطلع خبريات من هون خبريات من هون، بعض المراحل مرقت بنادي معين أو ما مرقت. نحن والجماهير كلنا بالنهاية نحن إخوة بلبنان. حلوة سكسكات. التشجيع والزقزقات بس بحدود معين، في حرمات لازم. يعني تصور انت بين لحظه ولحظه عم نفقد اعزاء، عم نفقد اهل، عم نفقد احبه. وضعنا ما مش كتير هالقد نكون بعاد عن هيدي التربيه اللي نحن بدنا اياها التثقيفيه. بحترمهم كل الانديه، بحترمها كل الجماهير، بحترمها واتمنى الخير مثل ما بتمنى لنادي الانصار الخير. اتمنى للكل الخير، واخر شيء اللي بيشتغل وبيجتهد هو اللي حيوصل وان شاء الله بتكون مكتبتنا هالسنه. الله يوفقك كابتن. لكل جماهير الانصار بالدرجه الاولى، ما تنسوا تتابعونا على كل وسائل التواصل الاجتماعي، انستغرام، فيسبوك ويوتيوب، ونشوفكم بالحلقه اللي جاي.